اليوم أنا ما كنتش باغي نتحدث يعني حول موضوع الدكتور الفايد، لكن مؤخرا هذه الخرجات الإعلامية اللي ولا كيخرج في الصراع ما بينه وبين علماء الدين، فحقيقة يحز في النفس أن ترى عالم من هذا النوع هذا اللي عنده تخصص ديال التغذية يعني كيتحدث في أمور الدين، والغريب أنه يتحدث في أمور الدين بأمور لا يفقهها ولا يعلمها، وكيحس في النفس ديالو بأنه هو عالم وما كاينش فوقه عالم آخر، فسقط في الخطأ وسقط في أمور اللي كتضرب في المصداقية ديالو كمسلم، يعني كيقول بأنه مسلم وكيتناقض في مجموعة ديال الأحاديث اللي كينكرها. فلهذا هو سقط في الغرور، وغروره أدى به إلى أن ينكر الأحاديث الصحيحة وينكر التوارث. فهناك عدة أحاديث، يعني كاين الأحاديث الضعيفة وكاين أحاديث يعني كاين إسرائيليات وكاين هذا علم. يعني أنا شخصيا أنا كنت طالبا في كلية أصول الدين والتخصص ديال الدراسات القرآنية والحديثية، ولكن يعني ملي كتعمق في هذه الأمور كتعرف بأن أنت غير مؤهل بأن تنكر مجموعة ديال الأمور، غير مؤهل. أنت أصبحت يعني السي الفايد يعني أصبح يفتي، والإفتاء يعني الأئمة الأربعة كانوا يتهربون من الإفتاء، فالإفتاء أصعب ما يكون في الدين، وهو أن تفتي بدون علم. فحتى لو كنت عالما لأمور الدين وعلوم القرآن وعلوم الحديث بكل شواربه، فأصعب أمور هو أن تفتي في الدين. ما يمكنش الناس تقول أنت هو اللي عارف والناس ما عارفاش، فهذا خطأ كبيرا سقط فيه هذا العالم. معناه أن كنعترف له بالعلم ديالو في تخصصه، وهو علم التغذية وعلم النباتات وعلم. أنا شخصيا كنت أتابعه، ولكن في هذه الخرجات هذه اللي مشى لواحد التخصص اللي بعيد عليهم ما يعرفلوش، يعني انطلاقا ملي كيتحدى العلماء أن يعرفوا جملة، فهذا أن باش تقول العالم أنك في علوم الدين وعلوم الحديث وعلوم القرآن وتقول له أتحداك أن تعرب جملة، فهذه راه ما كيقولوهاش حتى الدراري ديال المستوى الخامس ولا السادس ولا ديال التاسعة أساس. فمن خلال هذا يعني مجموعة ديال الخرجات الأخيرة يعني أنه أصبح يدعي أنه معصوم من الخطأ، فهذا خطأ كبير في حد ذاته. فأتمنى أن يعود إلى رشده ويرجع للعلم ديالو، حيث إلا مشى في هذا الشيء فأنا أشوف بأن غادي يتصاب بجنون العظمة، وربما يتصاب بالحمق، وهذا ما لا نرضاه لعالم في مجال